الباص والحركة. والحمد لله وجدتها تجربة جدا مفيدة لي، خاصة في مسيرتي الكروية، والحمد لله قدرت أستفيد منها قد ما قدرت، ويعني رجعت هنا والحمد لله هذا هو الموسم لي، والحمد لله ماشي الأمور. في فرق بين أنك لما كانت تجربتك في بريطانيا والآن في السعودية في الاتحاد تحديدا، إيش وجه الشبه والاختلاف يعني؟ وجه الشبه صراحة الجدية، يعني أي فريق محترف زي ما تعرف عنده الرغبة في الفوز والرغبة في التمارين والاجتهاد. صراحة وجدت هذا الشيء مماثل في سواء الاتحاد أو النادي اللي كنت ألعب فيه في بريطانيا. الاختلاف ممكن فقط التمارين هناك تكون بشكل مكثف أكثر شوية، لكن غير كذا تقريبا مماثلة. زي ما أنت عارف الوالدة بريطانية، ف يعني الحمد لله أشياء كثيرة قدرت أستفيد منها، إنه الحمد لله عندي لغتين الإنجليزية والعربية. وطبعا أهلي هناك فساعدوني كثير، خاصة لما كنت محترف هناك، فالحمد لله ما اضطريت إني أتغرب في بلدة ثانية عشان أحترف، والحمد لله يعني ارتحت سواء هناك أو هنا. طبعا لازم أدق عليهم وأدق على الوالدة قبل كل مباراة، أطلبها إنها تدعي لي، والوالد أيضا هنا. فكانوا يتفرجوها هم في بريطانيا، ورجعت غرفة الملابس بعد المباراة لقيت تقريبا 35 اتصال من الوالدة لحالها الله يحفظها. وكانوا مبسوطين ولله الحمد، فأنا مبسوط إني قدرت أفرح الوالدة وأهلي في بريطانيا.